ما انت اسد في مكانك، عمر ما الخرفان تاخد مكان. باعوكي على اول سلمه، وانا مش طالع اشمت والله، ولكن ده المتوقع من اندال وخسه. سام دخلت معاكي ركبت على القضيه. اعتبروا الكلام ده فيديو، انا مش هطول في اللايف يعني، اعتبروا الكلام ده فيديو. سام دخلت معاكي، فضلت شغاله معاكي ومدافعه عن الحق وضد اكرم سلام. المهم فعلت قناتها، الحمد لله فعلت قناتها، فما بقتش محتاجاكي. بعد ما فعلت قناتها قالت لا استنى معاها شويه، عندها كام داعم كده بيقرأوا اكرم سلام، ابدا اسحب الداعمين. سحبت داعمينك، طلعتك بصوره مش وحشه مش حلوه. ركبت مع نجلاء لما نجلاء اتعمل لها قضيه، والقضيه دي بقى ليها اثر. ركبت مع نجلاء على طول وخدت نجلاء، ونجلاء كده كده ما بتحبكيش. نجلاء ما بتحبكيش، هي راحت معاكي عشان انت بتتخانقي مع اكرم سلام. نجلاء متاكده وعارفه انك متسوله ونصابه وكل حاجه شبهها، فما فيش متسولين ونصابين هيبقوا مع بعض، لان انتوا بتقطعوا على بعض. يعني انت بتلعبي في نفس منطقتها، منطقه التسول والنصب على الداعمين وعلى الاخوه المتابعين. المهم محمد محروس اتكلم النهارده، او كلب الحاره اتكلم النهارده كلام زي الفل عند سام. وطبعا كنت رافعه منتدى وقايله ان اكرم سلام طلع النيابه، وانا كنت في النيابه وما طلعش اكرم سلام النيابه. طلع النيابه وما طلعش النيابه. واقسم بالله العلي العظيم ان انا كنت في النيابه، اكرم رجله ما خطت النيابه زينهم ولا خطت النيابه نهائي، نيابه المقطم ولا اسم المقطم. لما جيب المحابيس بتاعته او جيب بتوع النيابه كان اكرم سلام ما بينهم. تمام، انا بقسم بالله العظيم اهو. المهم قلت امبارح ان انت رحت انت واحمد رجب واتصورتوا قدام الاسم وقدمتي وعملتي محاضر وعملتي الكلام دوت. محمد محروس طلع قال كده بالنص، كلب الحاره طلع قال كده بالنص ان انت رحتي انت واحمد رجب عملتوا حلقه قدام الاسم، ان انتوا ولا رحتوا ولا جيتوا ولا ابيض ولا اسود. والورق اللي كان معاكي قدام الاسم اللي شافه محامي نجلاء معاكي ما هو الا محضر الشغل. اللي عايز يتفرج على الفيديو ده بعد ما اعمله، وانا 10 دقايق انا قلت اسهل ان انا اعمل لايف. محضر الشغل. ايه ده؟ يعني انت كلام انكر يا محمد يا عبده ان اكرم راح نيابه، انت ما دخلتيش جوه الاسم، ده انت ما دخلتيش الاسم اصلا. بعد كده انت اعترفتي في اللايف بتاعك انك فعلا ما دخلتيش اسم محامي نجلاء، قال لك نبقى نقدمها في النيابه العامه. وقال لك محمد محروس بكل هدوء كده كلب الحاره، قال لك كلمتين، قال لك ابعدي عن نجلاء. اصل انت واحده شبهه، لو وقفتي جنب نجلاء دلوقتي هتضريها، فخليكي بعيد عن نجلاء. نجلاء رضيت باللي انا بديهولها وما طمعتش، ولا ما تطلعيش وانا هديك القرشين بتوع الدعم. نجلاء سمع الكلام، ما تظهريش في اعلام، سمع الكلام. انت بقى خدتي منه فلوس والكلام ده وبرضه بتطلعي، فمش ماشيه تحت طوع. رماكي ما بقاش ليكي دور. نمره الاتحاديه ما لقطتش قوي. تمام، نمره الاتحاديه ما لقطتش قوي. اكرم سلام اقسم بالله في شيء لله، يعني الراجل ده امه ده عياله بيعمل اعمال خير في الدرع. في حاجه ان هو يخلي اشكال زي دي تكشف كتبهم بنفسه. طلعتي قلت انا خدت محضر ساره وقدمته وعملته، محمد محروس قال لك انت كدابه ما كانش معاكي محضر ساره. يعني شادي شو اتصلت بيه، الو ايوه يا شادي كذا كذا، لا بقول لك ايه انا مش فاضي، هو تحقيق يلا من هنا يا نجلاء. قالت له طبعا اتكسفت لما شادي قفل في وشها السكه، فقالت لا ده نجلاء كلمته ولا مش فاضي وقفل السكه. نجلاء بتصل بيه، دخل لها في التعليقات قال لها ايه؟ قال لها لا انا ما اقصدش نجلاء، انا اتلخبطت بس انا اقصدك انت، انا بقفل السكه في وشك انت. يا لهوي على الكسفه، يا لهوي ياما على الكسفه. شادي اصل انت شادي قناته مش مفعله، فكده كده سام تستخدمه عادي مش هيضرها في حاجه، قناته لسه ما اتفعلتش. هو اللعبه لعبه الدعم كلها، قناته لسه ما اتفعلتش، فسام تروح عنده يجي عندها، ما يشغلهاش دلوقتي، ما عندوش داعمين او مش هياخد منها داعمين دلوقتي.
فتستخدمه، تاخده كده تركبه شويه وايه في السكه، يعني تركب قناته، انا اسف، تركب قناته يعني في السكه شويه. وانت هيتكلم معاكي ليه؟ مداعمينك بقى عند سام ونجلاء، فانت قناتك ما بقاش فيها دعم، وطالعه بتقولي اعتزل. فركني يا حاج على جنب شويه، ركني يا حاج على ايه؟ على جنب شويه. الله، يعني انت يا ملك محمد محروس بيئك البيئه دي وطلعك كدابه قدام الناس، ويقول لك انك ما عندكيش قواضي ولا على حكام على اكرم؟ يعني كده اكرم كان صادق لما قال لك انت ايه، ولا ليكي احكام ومحاضرك اتحفظت وكذا وكذا وكذا؟ يبقى اكرم كان صادق. يا لهوي، ده بيشهد مع اكرم ضدك. يا لهوي، بقى انت مع كل المجهود ده، طب هتقولي ايه للناس اللي انت ناصبه عليها وقاعدين يدعموكي عشان فلوس المحامي، واخد منك الافات، واخد منك الكلام ده، وطلعتي في الاخر مش عامله حاجه؟ انت مش عامله غير قضيه مدنيه عشان ترجعي الشغل. موقف بقى بايخ، مش زمني، زمن كوريا. تخيلي كوريا بقت زمن كوريا. كوريا ما بتحبكيش، كوريا انت بتلعبي في نفس ملعبها، النصب والكلام ده. انا قلت اطلع والله، انا هعمل الفيديو ده مش هكمل يعني 3 دقايق كمان وهقفل. انا بصراحه يعني بقول انا مستمتع لان ربنا بيكشف الحقيقه، مش انتوا خبطتوا في بعض ولا حاجه، لا، انتوا واكلين سارقين ناصبين مع بعض. بس ايه، كوريا بقت خلاص ضربتها علمت سنه كده، فهم عايزين يمشوا مع الايه اللي سابق، زي ما ركبوا معاكي ساعه الاتحاديه، زي محمد محروس ركب معاكي ساعه الاتحاديه، زي ما سام كانت راكبه معاكي ساعه الاتحاديه. سام عملت اللي هي عايزاه، فعلت قناتها، بقى عندها مصداقيه اكتر منك بالنسبه للمغفلين يعني اللي عندك. الكلام ده كله خلاص، انت هم حتى هي اسام قالت، خلت حد كده في تعليقات كده، بس مالك عايزه تهرب دلوقتي عشان القناه بتاعتها مبقاش فيها دعم. واضحه، انتوا حافظين بعض، انتوا حافظين بعض. يعني هتقولوا لي انت يا محمد يا عبد الملك شمتان، هقول لكم بصراحه شمتان، لان اكرم سلام ما اتكلموش على اكرم خالص، كل هدفهم دلوقتي تشويه ملك وابعاد ملك من الصوره خالص. كده يا حاج على جنب، اقفلي القناه خالص، انت كده كده قلت هعتذر، السلام عليكم. وسام بقى تتصدر المشهد، وشويه كده سام هتنطر النجلاء، شويه كده اول ما اكرم يطلع براءه، واللي ان شاء الله براءه اكرم قريبه، طولت او اخرت براءته ان شاء الله مضمونه، براءه اكرم مضمونه بمشيئه الرحمن يعني. لما بنقول مضمونه بالتفاؤل بين خير يعني مع ربنا سبحانه وتعالى. نجلاء نفسها هتركن على جنب، هي سام خدت اللي هي عايزاه منكم، قناه اتفعلت، بقى عليها ارباح، بقى تدعم. باي باي ملك وهبه. انا كنت بعمل الفيديو القصير ده بس عشان مش قادر اصور فيديو ومنتج والكلام ده، فقلت اقول لك باي باي، زمنك راح اليومين دول، زمن كوريا وسام وشادي لغايه ما تفعل قناته دي. لو قعدت يعني شادي سمعت ايه راكبه على القناه بتاعته عشان ما فيهاش دعم، يبقى الدعم ونجلاء واخده قرشين من محمد محروس كلب الحاره وراكنه على جنب، فالدعم كله هيصب في قناه مين؟ سام. سلام. ملك وهبه من زمنك، من زمنك خلاص، دورك انتهى، مش عارفه تعملي حاجه، طلعتي كدابه انت وكلب الاعلام، ولا رحتوا قدمتوا حاجه ولا الكلام ده. ده وبلسان مين؟ بلسان كلب الحاره، قال لك انت ولا معاكي احكام على اكرم ولا قواضي على اكرم ولا دخلتي الاسم امبارح، انت يا دوبك رحت عند الاسم انت وكلب الاعلام عملتوا حلقه قدام الاسم. يعني انا اقدر اروح قدام باب الاسم واقول انا عملت وسويت. باي باي ملك وهبه، دورك انتهى، كده على جنب في اقرب صفيح الزباله، كلكم في مثابل التاريخ، كل واحده هتتحط في صفحتها قريب جدا، قريب جدا كل واحده هتتحط في صفيحه الزباله. انا معلش صوتي يا جماعه والله عشان اليوم اللي كنت عند اكرم ده وبيت ومطبق فجالي بقى. بقول لكم باي باي، تمام. وعلى فكره احنا مش بتوع دعم، بس اللي فات اللي كنت طالع اتكلم فيه الصبح انا كنت قافل الدعم فيه، اللي يعرف او ما يعرفش.
كنت قافل الدعم فيه، ما كانش عندي علامه الدعم لو حد خد باله. امل ما فيش يا امل الكلام ده هو نفسه كلب الحاره، ما فيش يا امل الكلام ده. كلب الحاره نفسه قال ان ملك وهبه ولا عليه احكام ولا في الكلام دوت والقصه دي ولا دخلت الاسم. لو كان معاها احكام غيابيه على المستشار اكرم كانت دخلت وقدمتها في الاسم امبارح، انما ما معهاش اي حاجه. كل الورق اللي كانت جايباه ورق القضيه بتاعت شغلها على حسب كلام كلب الحاره. قال لها كده بالنص يا امل وجودك جنب نجلاء هيضرها، انت جربه اعتبروكي جربه. شادي يقفل السكه في وشك، كان شكلك وحش قوي. عليك بقول لك هو تحقيق انا مش فاضي، طخ راح قافل السكه في وشك على عام كده، على عام يقفل السكه في وشك. موظفه النيابه العامه ومساعد باشا ومرات اشرف بيه يتقفل في وشك السكه على عام. شكلك وحش قوي، شكلك وحش قوي يا ملك. اتقفل السكه في وشك طخ. لا وانت ايه الراجل غلط في الاسم وقال نجلاء، فانت ايه قلت لا ده بيكلم نجلاء، راح داخلك في طلقه قال لا لا ده انا اقصدك انت، اقصد اقفل السكه في وشك انت. اسف ملك وهبه انه زمن كوريا وسام. حتى كوريا سام هتبقى كويسه معاها طول ما هي راكبه ايه كوريا وما بتطلعش ولا بتفتح ولا في دعم، فالدعم كله هيصب في قناه سام. شغل يا رخيص رخيص فعلا، انتوا ناس رخيصه يعني بجد، انتوا ناس رخيصه. الحمد لله بفضل الله ان احنا شبعانين على طبليه ابونا، والله العظيم ثلاثه دعم ولا بص ولا الكلام ده، شبعانين على طبليه ابونا. بنصرف من عرق جبيننا، بنربي شعرنا من عرق جبيننا، بننزه نفسنا من عرق جبيننا. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب يا شويه اوباش. بعتوا الوليه كده، الوليه قاعده فضحت 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 وصور بقمصان نوم وعبد الله يهشتك فيها وده يهشتك فيها. بس انت لميتي كتير وسرقتي كتير ونصبتي كتير. هقول لك حاجه، باي باي يا ملك، انا والله تعبان وعايز اخش انام، وانه اللي اشرف نجم هو اللي سهران لغايه دلوقتي. واقول لكم سلام عليكم واتفرجوا على الفيديو القصير ده. انا بس كنت عايز اعمل فيديو بس المونتاج والكلام ده قلت اطلع لايف. بشكركم وداع ملك وهبه اترميتي في اقرب صفيحه زباله. سلام عليكم. تتحدوا مين؟ ده انتوا جنبي مش باينين، لسه بدري يا مبتدئين، الفرق كبير ما بينا، هتروحوا فين؟ ده انتوا يا دوب ولاد يومين، مش هقول لكم غير بالميتين، ريحوا وناموا لنا.